السلام عليكم. بتواصل حديث مع حضراتكم عن مشاريع وتربية ورعاية وكل حاجة في الدواجن. وكان أحد المشاهدين على القناة كان سألني أتكلم عن تربية الطيور عموما في البطاريات. طبعا يا جماعة تربية الطيور في البطاريات من الأمور الجميلة جدا المفيدة جدا اللي مميزاتها بتغلب على عيوبها كتير جدا. طبعا فتربية الطيور في البطاريات أولا بتوفر مجهود والبحث عن النشارة، دي من المميزات. وكمان بتقلل الإصابة بكتير من الأمراض الخطيرة جدا زي الكوليستريديا في الدواجن. وكمان بتكون الكثافة العددية أكتر من التربية على الأرض، بفرض إن العنبر بتاعنا بياخد مثلا 500 على الأرض، لا في البطاريات هياخد 750. طبعا البطاريات دهيت في منها اشكال وانواع من الاسلاك، ومنها دور واحد ودورين وثلاثة لغاية 5 ادوار. طبعا بتدينا دورة قصيرة جدا، متوسط الدورة من 34 ل 36 يوم. ومعامل التحويل بتاع الفراخ بتاعتنا بيكون عالي جدا. طبعا مميزات، لو قعدت اقول مميزات كتيرة عن التربية في البطاريات، لا مميزات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن الناس مش بتقبل عليها بسبب طبعا التكلفة بتاعتها غالية جدا. صعوبة الغسيل بتاعها وتطهيرها بيحتاج فيه شوية معاناة. كمان مسألة خروج الطيور وكده برضو بيبقى فيها شيء من المعاناة برضو، ولكن مميزاتها بتغلب على عيوب التربية في البطاريات. طبعا البوكس مثلا اللي قدام حضراتكم دهوت بوكس انا مصنعه يدوي خالص. جبت حديد قديم وجبت سلك من عند الناس بتوع البوهيات والكلام دهوت، وعملت بطارية عازلها عن الارض عشان مسألة النشارة، مسألة لو انا عندي شوية طيور صغيرين مثلا عايز احضنهم فيها. طبعا ممكن نصنع البطارية او نجيب بطارية على قد المكان بتاعنا. فالتربية في البطاريات مميزاتها جميلة جدا جدا، وبنصح اي حد عنده امكانيات في المقام الاول مادية، ايه المانع او ايه المشكلة ان هو يربي في البطاريات. طبعا تربية البطاريات مش مقتصر على الفراخ، لا ده على الوز وعلى البط وعلى الحمام، وزي ما انتم عارفين طبعا العصافير برضو بتاعت الزينة بتربى في البطاريات، والبط والارانب. كل الطيور كلها معمول لها بطاريات باشكال واحجام مختلفة للتربية، طبعا للمميزات اللي انا ذكرتها لحضراتكم دهيت. واحب اقول في اخر الفيديو اللي يقدر يشتري فعلا بطاريات يربي فيها الطيور بتكون افضل. وفي بعض الظواهر او المشاكل اللي قد تسببها التربية في البطاريات ان شاء الله هستعرضها في فيديوهات قادمة بخصوص التربية في البطاريات. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله اتواصل مع حضراتكم.